السلام عليكم زوينات ديالي. اليوم في هذا الفيديو غادي نوريكم كيفاش غيرت لو لوك ديال هاد البسه اللي هي كيمونو مع انغوب. وزدت عليهم واحد الغيبون وغيرتهم تماما. بقاو معايا باش تشوفوا النتيجه. الوغ اول خطوه اللي هي مهمه هو الاختيار ديال لا بوند ولا الغيبون ولا العمار اللي غنستعملو في هاد البسه. انا عندي هنا الالوان بزاف، هذه عماره كنت شفتها من المغرب معايا. كاينه هاد الكولور هذا معجبنيش بزاف، الغوش هذا يجي سيرتو الاحمر يجي مع شي لبسه في الكحل ولا في الحمار. كاين هذا حتى هو نفس الشيء يجي مع الكحل. كاين هذا عريض بزاف. انا في هاد البسه بغيت نستعمل شي عماره تكون معريضاش بزاف. كاين هادي بحال ما سي با ما اللون ديالها كيشبه بزاف، هذا ما باينش بزاف مع اللون ديال البسه. الوغ الاختيار ديالي كان في هاد الغيبون هادي. بالنسبه لي غيبون العماير راه موجودين تبارك الله عند دوك الناس اللي كيبيعوا الماتيريال ديال الخياطه في المغرب. وبالنسبه للناس ديال برا كندا ولا هذا كاينين في اونلاين، يعني كاينين دي سيت كيبيعوهم. انا شخصيا كناخذ من لي سيت حيت الثمن ديالهم اقل رخيص وكاينه بزاف الاختيارات. الوغ انا خديت هذا علاش لان فيه كولور المارون مغلوق على اللون ديال هذا وباين، وحتى لهداك البلون كاسي اللي باين يعني عجبني. وهذا الغيبون هذا غيبون غنستعملو ماشي بالنسبه غير الكيمونو، حتى الكسيوه اللي مع الكيمونو، يعني غنديروا البيسات بجوج لي دو بياس. وهاد الغيبون هادي سهله في الاستعمال، وغنستعملو جوج ديال الطرق ديال الخياطه. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش لا ماشين ومبتدئين ممكن يستعملوا اليد، يعني خياطه اليد. نوريكم لي دو تكنيك، يعني التقنيات بجوج، واللي استطاع يدير في اي تقنيه يستعملها. نوريكم في الاول باليد ومن بعد نوريكم ديال لا ماشين ان شاء الله. من بعد ما كملت الغيبون لصقته بالفليتات على طول الكيمونو في الجناب ديالو. ندوز دابا باش نوريكم كيفاش ممكن تخيطوا باليد للناس اللي ما عندهمش لا ماشين ولا ما كيعرفوش لا ماشين. نوريكم الطريقه باليد حتى هي ممكنه. انا ندير بلا ماشين باسكو كتاخذ وقت قصر بزاف وسهله. اول حاجه كنحيدو هاد الفنيته اللي في الجنب وكندخلو بالبرا هنا في الجنب ديال اختاريت الخيط البيج يعني في نفس اللون باش ما يبانش. غادي نثبتو كومسا، ندخل هنا ونخرج هنا. بقي كندخل في نفس ما كنبعدش بزاف على النقطه ديالي اللي هنا، كنبعدش بزاف شويه غير هنا باش ما يبانش الخيط، وكنعاود نخرج في الجنب هنا نفس الطريقه هنا. كما كتشوفوا معايا ما كيبانش الخيط اللي كنخيط به نهائيا. علاش؟ لانني كندير ضربه صغيره للفوق ولتحت كتكون ضربه كبيره كمصه، وكنعاود نخرج هنا. شوفوا معايا مزيان. هاد الطريقه اللور كيكون ضربات كبار ومن تحت الوجه الاخرى تكون صغار ما كيبانش. انا نمشي بنفس الطريقه. المهم ان خاص يكون تخيط من هاد الجنب هذا وابخي تخيط من هاد الجنب. يا تاخذ شويه الوقت، ولكن الناس اللي عندهم لا ماشين كيعرفوا لا ماشين صافي تكون اسهل واسرع بيان سور. مي هذا ما كيمنعش انك تقدر تخيط بيدك، خاص شويه الصبر وشويه الوقت. على غنمشيو بنفس الطريقه حتى كنكملوا البيسه ديالنا كامله. نبقاو غاديين ونحيدوا الفناتي ونلصقوا. دابا راه لاصقه هنا.
دابا غندوزو نخدمو على الكسيوه ولا لا غوب اللي غادا تكون تحت الكيمونو اللي هي في نفس اللون، وغنستعملوها نفس اللون ديال نفس الغيبون بيان سور. وغنديروه هنايا في الكول ونهبطو به شويه هكا مصا ونطلعو، وما نحتاجوش نديرو هنا اللور باش ما نضيعوش. علاش؟ لان هاد البلاصه اصلا غادا تغطى بالكيمونو، الوغ ما محتاجينش نديروه اللور، نديرو غير من جهه الخياطه هنا ونهبطو به وننزلو شويه بحال الكول ونمشيو في الجهه الاخرى. وديما كنثبتو في الاول بالفنيتات قبل ما ندوزو الخياطه. الوغ نفس الطريقه غادي ناخدو ونتنيو هذاك الغيبون كمسا من هاد الجهه، وغادي نلصقوه هنا مع الجنب ديال الجنب ديال الكول هكذا ونهبطو. هنا سهله باسكو كنمشيو مع الجنب ديال الكول هكا نكونو مقادين. كنبقاو غاديين نفس الطريقه حتى كنوصلوا للنص ديال الكول، يعني هذيك الطريقه ديك البلاصه اللي اون باراليل مع ليتيكيت ديال لا طاي ايسي. كنحاولوا نطويو بهذه الطريقه وكنهبطوا. حاولوا تشوفوها هذه الطريقه هذه كمسا باش نهبطوا هنايا باش نعاودو نرجعو اون دوزيام فوا ونمشيو نرجعو مع الكول كامل ندورو معاه. الوغ هنا كندير بحال ان بتي تريونغل هنا في الكوان باش كيمكنني انني نهبط شحال ما بغيت، يعني واش بغيت حتى لتحت ولا غير في النص. انا بغيت ندير هنا غير في النص. الوغ لا ميم شوز هنا غنحاول نطوي كمسا ونعاود نرجع بهذه الطريقه هذه. غندير الفنيته هنا كما العاده. هنا كيكون عندنا بحال المثلث هنا كيمكن لينا اننا نلصقوا الغيبه. هذه غير تاخذوا فكره على الطريقه اللي غنمشي بها. نورمالمون خصني ندير واحد الورقه ولا كتاب من تحت هنا باش ما نلصقش الفنيته مع لي دو بارتي ديال مع القدام والظهر ديال الكسيوه. خاصني ندير هنا باش نلصق الفنيته كوم يفون نعاود نلصقهم مي وندير شي كتاب من تحت. الوغ هنا كنمشيو للكول بنفس الطريقه كنعاودو نطويو الغيبون باش نكملو الكول كامل. الوغ الكول غيجي بهذه الطريقه. انا مازال ما تثبتوش، درت غير الفنيتات. الوغ اختاريت هذا المقاس بالنسبه للطول ديال الكول ديال الغيبون. يمكن لكم تهبطوها اكثر على حسب الذوق. وغادي تلصق. انا غنخيطها بلا ماشين كما غنخيط الكيمونو حتى هو. وبالنسبه للخياطه لا ميم شوز، يعني نفس الطريقه اللي درنا في الكيمونو غنقدروا ديروها حتى في لاغوب، يعني تخيطوا بيديكم بنفس الطريقه. انا اختاريت نخيط بلا ماشين كما قلت انها اسرع. دونك من بعد نرجع نوريكم النتيجه النهائيه. نلبسهم بجوج مع بعضياتهم وتشوفوا النتيجه ان شاء الله.
بعد ما ثبت الغيبون ديالي بالآلة ديال الخياطة كانت بلي فاسيل و بلي رابيد. غندوزو دابا المرحله ديال المصلوح، يعني ضروري ندوزو عليها المصلوح باش تكون ثابته اكثر. انا كنستعمل هاد البابيي ديال كنستعمل في الفران بوغ الكاطو والخبز باش ما يلصقش. علاش؟ غير باش بو بروتيجي هذاك لو تيسو كما كان لو تيسو باش ما يتحرقش، و ميم طون الا كان المصلوح مثلا فيه شي طاش هذا ما كيلصقش فيه. شوف ديما كنستعمل هاد الطريقه. ضروري هاد الخطوه من بعد ما نساليو باش كنحصلوا على نتيجه جيده. ها من بعد ما صلحناه هنا هو لاصق كوم الفو. وهي النتيجه النهائيه كما كتشوفوا، الكول والكيمونو مع الغيبون جا اسورتي لا كولور مع البيج و بيان فيني. درت حتى الكميمات، ما بارطاجيتش معكم الطريقه، نبارطاجها المره الجايه باش ما يكونش لا فيديو طويل بزاف. وهنايا للزاز. نتمنى تكون الفيديو عجباتكم. يلا ما بقى غير تشمروا على الكميمات حتى نتوما وتزيدوا الديزاين ديالكم اللي بغيتو، وبالصحه والراحه.